أبدأ الفيديو بمعلومة يمكن البعض منكم ما يعرفهاش. هل تعلم يا عزيزي ان اوسع شارع في العالم اسمه 9 يوليو موجود في الارجنتين؟ الشارع واسع لدرجة انه بيسيع 16 مسار. اهو النهاردة بقى دفاع ريال مدريد كان اوسع منه. احنا كنا مفتوحين من ورا. وهديك معلومة تانية على السريع. هل تعلم ان بنجلاديش اكتر دولة فيها تلوث هواء؟ ريال مدريد النهاردة كان بيقدم تلوث بصري وتلوث سمعي وعفن كروي وكل حاجة. وانا هادي مفيش مشكله. رجعنا تاني للمخدرات يا عم انشيلوتي، وتطلع بقى تقعد تقول اصل انا بسيب الابداع للاعبين. احنا مش في حصه رسم. هو احنا في حصه رسم؟ ابداع للاعبين ايه؟ المفروض يا حبيبي تكون عارف ان في حاجه اسمها تكتيك، وانا عارف ان الحكم على الفريق يا سيدي سابق لاوان، وانا عارف كمان ان هتطلع تقول لي اصلك المشكله بقى في توني كروس. توني كروس هو اللي مخرب المنظومه علشان مش موجود وما جابوش بديل ليه وبتاع. الكلام ده تقوله لما نلاعب بايرن ميونخ، نلاعب مانشستر سيتي، نلاعب الانتر، نلاعب برشلونه. ما بتلاعب مين؟ لاس بالماس دي اللي هي اساسا اخر مره كسبتنا من 23 سنه. نعم النهارده ما كسبناش لكن كانت ممكن تكسبك، كانت ممكن تكسبك. اتعادلت انت معاها واخد بالك، وتحس كده ان في نجاسه بالعربي كده. انا مش عارف اجمل الكلام. تحس ان في نجاسه في الفريق، في حد بيجيب بنات في اوضه اللبس. اقسم بالله العظيم في حاجه غلط. في حد بعد ما بيخلص الملعب بيروح يعمل حاجات غلط انا مش عارفها. وبمناسبه اللاعب اللي اسمه فينيسيوس جونيور، يا اخي غلطتني يا اخي، اقسم بالله العظيم رفعت لي الضغط. اعمل ايه؟ خدت جميع انواع البراشيم عشان اهدى واطلع اتكلم بصوت واطي، ولكن كل شويه فينيسيوس جونيور عايش في قصه العنصريه وعمال يغرد ويكتب تويتات، ولو حد اتعنصر عليا واخد بالك هسيب الملعب وامشي. واتفقت مع اللعيبه بتاعه ريال مدريد. ليه يا عمي؟ ليه؟ ومين اللي قال لك ان لعيبه ريال مدريد كلهم شقر؟ ده انا بعلم الفريق من فالفيردي. ما كله النور قاطع في وشه وكله اسمر زيك وزي اهلك. انا مش فاهم، كله ما حدش بيشتكي الا فينيسيوس جونيور. تتفرج النهارده على فينيسيوس جونيور بيلعب برضه فردي، متعمد انه ما يبصيش لمبابي. تقريبا عايز يقول لمبابي يا حبيبي انا النجم الاوحد في الفريق، تعنت انه يلعب ضربه الجزاء بتعليمات من انشيلوتي وكل حاجه. ولكن النهارده تحس ان كل واحد بيلعب في ليلاه. وانت يا عم مندي رجع لك التيفويد والضرن تاني. النهارده المباراه قريفتني. النهارده لا يعني شوف قرعه دوري الابطال اللي احنا مش فاهمين منها حاجه، فاخش اتفرج على ريال مدريد فبرضه ما فهمتش حاجه. انا مش فاهم النهارده الفريق كان بيأدي ازاي. انا مش فاهم ايه هو التكتيك بتاع الفريق. هو فعلا انا بدات اقتنع بوجهه النظر ان ليه رودريجو ما بداش. رودريجو ما بداش عشان هو الحيطه المايله. لان احنا لو بنتكلم في خط هجوم ريال مدريد في اول ماتشين في الليجا، اهم لاعب في اول ماتشين هو رودريجو على حسب ما انا شفت. يعني اهم لاعب في خط الهجوم واللاعب اللي فعلا بيدي اضافه هو رودريجو. لو انت فعلا ذكر ولو انت فعلا مدير فني قوي وعايز تربي اللي في الخط الامامي، انت يا معلم كانت ممكن تعمل تغييرات ابسط من كده. انت كان ممكن ببساطه تطلع مودريتش من الملعب وتخلي ابراهيم دياز هو الثالث بتاع النص، واردا جولر هو اللي يلعب ناحيه اليمين، وخلي رودريجو يلعب ناحيه الشمال واندريك مهاجم. لو انت عايز تربي الثلاثه اللي موجودين في الخط الامامي او الاثنين على وجه الخصوص مبابي وفينيسيوس تربيهم في الخط الامامي، انت المفروض تعمل ده. العيال دي لو ما ذبحتلهاش القطه زي ما بيقولوا بالمثل العامي من اول يوم هتركبك وهتركب الفرقه. اذا مبابي وفينيسيوس حسوا ان انا طالما كويس او وحش انا بلعب بشكل اساسي ومش هطلع من الملعب، فانا بقولها لك من دلوقتي يا معلم دول هيبوظوا لك الفرقه. شوف فينيسيوس قدم لريال مدريد، ومبابي الراجل يعني اثبت قيمته من زمان من قبل ما يوصل لريال مدريد بمساهماته مع فرنسا ومساهماته مع باريس سان جيرمان، وده على عيني وراسي. الموضوع صار اكل هوا ومسخره بكل صراحه. يعني واحد بيشتغل طول النهار بيجي بالليل بده يروق راسه يحضر مباراه وينبسط فيها. لا نحن عم نسم بدننا بلا ما نحضر هالمباراه. في سمة بدن. يعني انا ما عندي مشكله تعادل الريال تعثر الريال، ما عندي مشكله. بس الفكره ليه بدي اشوف انا فينيسيوس ما بده يلعب، يعني ما استعد يلعب للجمهور ولا يلعب لمبابي. مبابي نفس الشيء. يعني مبابي باخر 16 مباراه مش بس من هلا هو مش عم يسجل. باخر 16 مباراه 12 مباراه منهم مش مسجل وقت ما كان مع باريس سان جيرمان وراح على اليورو ويجي على الريال مش عم بيسجل. في مشكله موجوده. كامافينجا منه موجود، بلينجا منه موجود، ما عندك توازن بخط الوسط. المفروض اللاعبين الموجودين يصنعوا لك حلول بهالوقت، ولا الموضوع يعني ممكن يطول مع الريال. هيك عندك مباريات صعبه جاي. هارد لك.
لا تصفر يا حكم مشان الله خلينا نسجل هدف. لا تصفر يا حكم بقول لك لا تصفر يا زلمه. فضحنا مع لاس بالماس تعادل. لا مستحيل. فضيحه وعليها شهود. اعطينا لما بتحضر مباريات لريال مدريد مباراتين تعادل، اول 3 مباريات نطلع بس بفوز واحد ونتصدر هو برشلونه. فضيحه يا فضيحتنا من بين العربان، يا فضيحتنا بين الانديه الاوروبيه. 3 مباريات تعادلين قدام انديه ما بحطهم يلعبوا عندي بالحاره، انديه ما بحطهم يلعبوا عندي بالحاره. تعادل مع لاس بالماس. لا 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 يا جدعان، لا يا جدعان، اكيد الموضوع هزار. اكيد الموضوع هزار. اكيد ده ضحك. كان بيقول لك ان اي فريق هيتعادل معانا هو بعباره مكسب ليه. يا راجل قسما بالله ده انا اللي فرحان ان انا اتعادلت. انا كنت قاعد الماتش كله بقول يا رب اتعادل عشان حتى ما يبقاش شكلنا وحش. تعادل مش اللي هو لاس بالماس. امال هتعمل ايه مش شغال ليه؟ يعني فيك ايه مشكله؟ طب يعني انت عايز تغير بطاريه؟ طيب عايز تريح شويه ونلعبك بعد شويه نرجعك باريس وتيجي تاني؟ طيب يعني فين يا ابني؟ فين دي ودي وكانت دي فين دول؟ فين انت مش شغال ليه؟ يا جدعان حد يقول لي في ايه؟ انا نفسي اعرف مين ده اللي انا كنت مين ده اللي بنجري وراه 5 سنين يا جدعان يا راجل. بدأنا بقى انت بقى بدأنا حركاتك بقى. هي القصه دي قسما بالله من ساعه ما شفتها وانا مش مطمن ومش مرتاح. القصه الوسخه دي انا من ساعه ما شفتها ونبدأ نلعب فوق حاجه يعني. يا اخي روح حسبي الله ونعم الوكيل. غريمي التكييف واصل لك؟ يا رب تكون الدنيا تمام. انا لا انا مركب مراوح. لا ولا يهمك ولا اي حاجه. انا مركب مراوح تحت. انا تحت المروحه واصله لي الحمد لله. رضا التكييف عندك يا رب يكون تمام. يا رب يكون تمام. يا مدريدي اليوم بس كرمال مبابي سجل يا معلم. هتربح 4 يا معلم 4 بس كرمال مبابي سجل. والله يا معلم انا اساس 4. وهلو في هذه المباراة قسما بالله شو بصير؟ المدريدي لاس بالماس بأول تدقيق وهلا بعد ما شيل قسما بالله بس بالطعم. هلا بعد ما شيل اولا روديجير. شوف يا اخو الشبيبي مدافع بسام حطوها. سكوت ماكينا لاعب القادم من نوتنغهام فورست ضمن الاسماء الجديده في فريق نادي لاس بالماس. تحرك هنا من جانب اللاعب ماكبيرني هبط فريق شيفيلد يونايتد لكن ماكبيرني مع لاس بالماس. ادي موليرو يا زلمه اقسم بالله العظيم اقسم بالله شو هاد روح غاد يا زلمه اقسم بالله العظيم. البدايات مع ريال مدريد اقسم بالله بتقرف البدايات. راح سجل على لاس بالماس هسه. اول هجمه اول 4 دقائق فوق الهدف فاسكيز امامنا بيبدا اساسيا عمي اقسم بالله البدايات يا انشيلوتي نفس السنه الماضيه. لازم ناخذ دور اول المباراه ونعاني لاخر المباراه وتيجي شخصيه البطل ونفوز. خلينا نكون منطقيين وواقعيين. خلص شوف ساندرو راميريز يضيع تمريره حلوه التحرك امامنا هو مميزين قوي. يا بنات عمو انشيلوتي اطلع لبرا. شو الدفاع؟ كان دفاع ريال مدريد ولا دفاع مين؟ يا حبيبي اللاعب كيليان يا حبيبي ساندرو راميريز يضيع. تبينا نروح انفرد بدفاع ريال مدريد يا حبيبي على دفاع ريال مدريد يا حبيبي. امامنا هو فالفيردي 168 ركله جزاء. هل يعيد الريال جمعتيها لمبابي فوت بجو الدوري يا زلمه. لا اله الا الله. يلا خلينا التفوق امام الريال. جيب هدف بغض النظر سواء في مكان في البارسا او فينيسيوس وحش. يلا لعيب يلا يا زلمه. انشيلوتي بيلعب شوط واحد من الشوط الاول. يلعب بالضغط العالي اللي عم نشوفه. يضع الكرة
بدلاء ريال مدريد دائما بس يفوتوا بيقلبوا المباراة. هاي النقطة المضيئة فقط في ريال مدريد هذا الموسم. فات رودريجو واردا جولر اتحرك اللعب. يلا برافو برافو برافو. هدف ثاني. كان من المفروض امبابي بس يفوت من جو بس راح يفوت امبابي مش من ضرب الجزاء. الحارس المتألق المهندس سيلسن المتألق. بص الكرة يا ولد، لعبة حلوة قوي، حلوة فينيسيوس، حلوة من فينيسيوس. هذا فينيسيوس الأول. تريدون ريال مدريد يرجع مثل ذاك الموسم؟ تريدون تشوفون ريال مدريد مثل ما انتم تعرفوه؟ لازم انشيلوتي يلقي حل، لو فينيسيوس لو مبابي بتشكيله وحده، اثنينهم مدى احسهم دا يتراهمون، اثنينهم سوا قاعد مو بس ياثرون انه هم مو زينين، قاعد ياثرون حتى على بقيه اللاعبين، شوط هذا شوط هذا، لعبه هذا لعبه هذا. لازم حل جذري الميليتاو، يعني ميليتاو عندها هفوات دفاعيه بهاي اللعبه مستفزه جدا، وهو اصلا سبب الهدف الاول. لازم حل جذري المخطط ورسمه التشكيله ومخطط خط الوسط، يعني 4-3-3 تحتاج لك مهاجم صريح هداف. انت لاعبيك المهاجمين كلهم اجنحه، 4-4-2 انسب بالنسبه لك. 3 جولات قاسيه على كل مدريدي، والله حتى اللي فزنا بيها 3-0 كانت قاسيه علينا. مدى نحس الريال هو بتاع زمان، بتاع ذاك الموسم. بس اني عندي ثقه بكارلو انشيلوتي راح يرجع المسار مثل ما كان، وممكن بنهايه الموسم نسولف على هاي اللحظات وشنو اللي صار بعدين. عندي ثقة بكارلو وإن شاء الله هو دائما قد الثقة. انت إلك عن تزقف، انت لعبك إله عن تزقف. اوعى تقول لي انه والله بلال نحس على ريال مدريد بالطعم. لا يا حبيبي، انت فريقك السيء، انت فريقك اللي ما بيسمع المباراة، انت فريقك اللي خربت كل المنظومة بعد ما جاي مبابي، انت فريقك 0 على الشمال بهالمباراة وباخر المباريات، انت فريقك هالموسم شكله موسم 0 بهالحالة، انت فريقك 0، فريقك 0. ولك هشمي محترم يا مدريد، مش عارف تعمل هشمي. عمين فريق عصير لاس بالماس، فريق عصير كوكتيل لاس بالماس. قسما بالله يا مدريدي انه بضحكي. لاس بالماس هالمباراة شال التاج من راسك وحطه على راسه، شال التاج من راسك وحطه على راسه.